السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم الفيديو إن شاء الله راح يعجبكم. طبعا الفيديو اليوم هو جولة بالبيت مالتي. بيتي هو طبعا 100 متر، مثل ما شفتوا هذا الباب أول ما تدخلون من عنده هاي الجهة بيها البردة، والجهة الثانية مثل ما تشوفوها بيها قنفة أو كرسي وبيها شغلات يعني. الجهة الثانية إن شاء الله هسه راح تشوفوها هم بيها قنفة وكرسي وبيه يعني مخلية تيبل لام، مخلية شجرة، مخلية طبلات، أثاث بسيط. غرفة صغيرة صحيح أعرف، بس الحمد لله أهم شي القناعة. مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، أهم شي الواحد مقتنع وراضي. مو أهم شي المادة ولا أهم شي المساحة، أهم شي والله راحة البال. الحمد لله والشكر. كلش فرحانة وسعيدة ببيتي ومقتنعة بيه. لو يعني بعد بيت أصغر من هذا هم الحمد لله، هم كلش مقتنعة بيه والحمد لله، ألف الحمد لله يا رب. هنا هاي الغرفة طلعنا من عندها. وراها شنو راح ندخل للمطبخ مباشرة. المطبخ مفتوح عندي على البيت، يعني مو معزول، لا هي المساحة مال البيت هيك تحكم. هنا حبايبي مخلية براد، وهنا هذا الباب أيضا ندخل من عنده للبيت، هذا باب المطبخ. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون مخلية هنا الطباخ، وهنا عندي الكاونتر. هذا مطبخي انتو شايفينه وتعرفون تفاصيله. وهنا بالجهة الثانية اللي هي تكون تحت الدرج مخلية المجمدة، مخلية الثلاجة. وعندي هذا الميز، إن شاء الله ادعوا لي حبايب قلبي إنه هذا الميز صعدة. هنا حبايبي وراء ما نطلع شوية من المطبخ، هنا عندنا المغسلة، وهنا عندنا هذا الباب، هذا طبعا حمام البيت اللي جوا. وهاي الغرفة اللي دائما نستخدمها ونقعد بيها، احنا نسميها هول. وهذا تخن بسيط على قد الغرفة. وهاي البردات. طبعا هاي كانت غرفتي مال النوم، لأن أنا بالبداية أول ما قعدت بهذا البيت كان بس طابق واحد، بس مرور الأيام عدت كم سنة وبنينا الطابق الثاني، فهاي صارت غرفة للقعدة وصعدت غرفتي فوق. كانت عندي بس هاي الغرفة والغرفة ذيك الأولى دخلنا بيها بالبداية. هسه مثل ما شوية وسعت عن نفسي فصعدت غرفة النوم فوق، يعني يجينا ضيوف أو شي المساحة جوا شوية زيانة صارت الحمد لله. مثل ما قلت لكم حبايبي أهم شي الواحد يكون مقتنع. هنا مثل ما تشوفون أثاثي مخليتها. وهذا الدرج طبعا بعدنا ما مكملة الدرجاني، ما مخليت له محجر. إن شاء الله على السنة هاي إن شاء الله أسوي الدرج، بس هو ناقصه المحجر. وهنا أول صعدة هنا مخلية ديكور بسيط. هاي الشغلات مثل ما تشوفوها مخلية هنا مراية على طول، يعني ما حسبيت من البداية أصورها، تدرون مراية وتعكس. هنا راح نصعد الدرج، بوجه هنا اكو غرفة تدرون انتو شايفيها، غرفة الأولاد. هنا غرفة الأولاد هي طبعا كانت غرفتي القديمة كلش. صح هي الغرفة قديمة، بس تدرون انتو هذا عمرهم، يعني مو مال الواحد يجيب لهم، ما نقدر اجيب احسن غرفة اقدر اجيب لهم. طبعا هم عندي بس هالاثنين الحمد لله، الله يحفظهم يا رب. طبعا لازم نفتح الشباك كتهوية هاي اكيد الصبح. المهم حبايبي صح يعني اقدر اجيب ارقى غرفة، بس اقول عمرهم مو مال يعني اجيب اشياء غالية وهيك شي، لا ما يحترمون الحاجة، يعني ما يعرفون شنو قيمتها. بس قلت مرور الوقت بس يكبرون شوية إن شاء الله إن شاء الله أغير لهم الغرفة. وهنا هاي الصغير في ساحة الدرج، سموها انتو حبايبي. كانت هاي بيتونة، وهاي الغرف مالتنا كان السطح. طبعا هنا مخلية كنتور صغير مخلية بيه بلاوي وجدورة على ملابس على هواي شغلات مخلية بيه. هاي طبعا عندي ثلاجة فوق. وهاي الجليكانات هسه تشوفوها طبعا هاي زاهي مواعين وملابس. هذا اشتريته عرض 50,000
ويا قاصر ومعطر وما أعرف فيه هواي شغلات، بس والله يعني ريحته كل زينة، والرغوة مالته كلش يعني زينة، ومثل ما تشوفون دائما أغسل بيه مواعين. هاي الباب طبعا حمام مال الطابق الثاني، وهاي غرفتي انتو شايفيها حبايب قلبي، بس انتو بما انه ردتوا جولة، فهاي جولة بالبيت كامل. بيتي شايفينه بس ما شايفي يعني فيديو واحد كل البيت. هاي غرفتي، هنا أنا مخلية الميز، هنا أنا مخلية الميز وعليه تلفزيون، مراية، شرباية، الكنترول، ميز تواليت. ما مخلية يعني أثاث أوفر، ولا مخلية حتى لوحات، ما مخلية، يعني حبيت البساطة. خاصة غرفتي ردت كل شي ما أخلي، يعني أشياء كلش بسيطة. هذا الورد إجاني برأس السنة فخليته، وهاي بردتي جبتها أبسط بردة، عجبني الأوف وايت السادة، يعني ما حبيت هواية ألوان. ومثل ما شفتوا انتو الغرف كلها الألوان مالتها يعني سادة، خاصة البردات. يعني التخم تقدرين تجيبي مشجر، الزوالي. طبعا هنا فاتحة شباك التهوية، وهنا هاي مصلات، وهاي مخلية بس العطور، المعطرات، هاي الشغلات مخليتهم مكياج بالجرارة. وهاي الغرفة مالتي، وإن شاء الله جولة اليوم راح تعجبكم حبايب قلبي. وطبعا هنا أقول لكم أهلا وسهلا باللي دخلوا القناة جدد، وعلى راسي واتشرف بكم حبايب قلبي. وطبعا هنا رحنا لأختي والوالدة الله يحفظها، مسوية جدر دولمة، ومسوية هاي الكاسة مال الزلط. قالت لها لسه وين امشي، هي رايحة مسوية هذا الدجاج. قالت خاف يعني يا معودة ليش سويتي هاي الدولمة، كلش كافي والله. وحتى شنو احنا اكثر شي اكلنا دولمة، يعني الدجاج مو هالقد اكلناه. المهم حبايب قلبي، هاي الدولمة وهذا السوب. وهنا الدبس، هذا الدبس صنع ايد الوالدة الله يحفظها يا رب. هنا اختي بدت تقدم الاكل، زلاطة، شلون زلاطة الشهي، والطعم هم كلش طيب، لهانة على خيار على، يعني مثل ما تشوفون شنو الموجود بالزلاطة. والله اللمة كانت كلش يعني تونسنا، وما شاء الله الجو كان كلش حلو. وإن شاء الله الجمعة الثانية يمي حبايب قلبي، انتو أكيد تسمعون الفيديو، سوولي جاية تعالوا علي حبايبي. هنا مثل ما تشوفون صبينا الزلاطة، هنا تخلي السوب بالكاسات. طبعا كان طعمها كلش طيب، السوب تجنن. وطبعا حبيبة قلبي أختي تعبناها بذاك اليوم، بس يلا نتدلل عليها. ومثل ما قلت لكم حبايبي، اللي حب الفيديو وعجبته القناة، أتمنى من عندكم حبايبي اللايك، واللي مشترك يشترك بالقناة، وتعليقات من عندكم حتى تحفزني إنه أستمر بالقناة. وهنا الطبق الرئيسي اللي ما أعتقد أكو بالعراقي ما يحب الدولمة. الدولمة طبعا كلش طيبة. وهاي سفرتنا، ورا الغدا الزين أكيد لازم الشاي المعدل من إيد حبيبة قلبي أم حمودي. ومثل ما قلت لكم حبايبي أتمنى فيديو اليوم يعجبكم، وشنو حابين فيديوهات بس قولولي وتدللون إن شاء الله. أني ما راح أقصر وياكم، أي شي حابينه قولولي وتدللون عليه. وهنا شلون شاي يخبل، عاشت الأيادي حبيبة قلبي. وأكيد ورا الشاي هذا فترة يعني نروح بس ناكل. حبيبتي جابت بيبسي البارد، وهنا هي خطية مسوية حلويات بسكت بالكاكاو، ما أعرف شلون، بس طعمها والله كلش طيب، حيل عجبتني. أنا خليت لي قطعة، يعني أنا مو كلش يعني هيك الشي، بس يعني كلش حبيتها، وطعمها طيب، والحمد لله الله يديم اللمة يا رب.
ولهنا أقول لكم حبايبي أشوفكم بخير بالفيديو الجاي، مع ألف ألف سلامة.